بس شفتوا حطيت الخل طشطشت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنزل بالكبده بقى اهي، انا ما بغسلش الكبده، ما بنزل بالكبده مع الزيت والثوم بتكتم بقى خلاص، مش بتنزل دم ولا اي حاجه، لان انا لو غسلتها مهما نغسلها بيبقى فيها زفار. انا مش بغسلها. بصوا، قسما بالله قسما بالله بعملها كل مره بتبقى خطيره. بصوا، ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه. بشوحها بقى زي ما انتم شايفين كده اهوت لحد ما لونها يغير. هنزل بقى بالتوابل بتاعتها هي. حطيت معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون، ونص معلقة شطة، ونص معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح. ماشي، معلقة شاي صغير. وهقلبها زي ما انتم شايفين كده. هدمج التوابل كلها مع بعضها اهيت. هفضل بقى اشوح فيها لحد ما لونها يتغير تماما، لحد ما كلها تبقى شكل بعضها زي ما انتم شايفين. هنزل بالفلفل زي ما انتم شايفين كده. احنا بنحب الفلفل عشان كده بكتر الفلفل معاها. انا اكتر حاجة بحبها الفلفل والبهاريس اللي بتبقى نازلة منها ديت، بتبقى طعمها جميل. يبقى نازل منها كده التوابل مع فرافيت من الكبدة مع الفلفل، بتبقى طعمها خطيرة بصراحة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو قلبتها كويس، وهسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها بشكل ودي زي ما انتم شايفين كده. وحطيت ليمونية، قطعت ليمونية وعصرتها عليها بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين كده. الليمونة بتوديها في حتة تانية خالص، بتديها طعم فظيع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهوت اقلبها بقى تقلبتين تلاتة كده علشان خاطر تندمج كلها في بعضها. بصوا بقى، تعالي، استوت وبقت زي القمر ازاي. بحطلهاش ميه ولا اي حاجه، هي بتستوي يعني. يدوبك الفلفل بيسرد ميته، بتستوي على طول. ما بتبقاش محتاجه ميه ولا كلام من دول. هي بتبقى جميله، ولو حطيتولها ميه تبقى عامله زي السفنج وهتندغ معاكم. لكن كده بتستوي في ثانيه. والفلفل ميته بتنزل في عصارة الفلفل مع الكبدة مع التوابل مع كل حاجة، شوية الزيت بتبقى خطيرة. بصوا